ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب يومكم يكون بخير. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد، صلاة نحل بيها العقد ويفرج بيها الكروب ويزيح بيها الهموم يا رب العالمين. زعلانه ليه؟ زعلانه علشان الشقه زي الزفت، كل حته فيها مبهدله. انا كان اليوم طويل ونزلت رحت اكتر من مشوار، ورحت للدكتور وعملت تحاليل ومش عارفه ايه. عقبال ما خلصت، احنا نازله انا وسليم بدري جدا، بس عقبال ما رجعت كانت على المغرب. فقلت يلا هنلم الشقه، يعني هنلمها اول حاجه. بس انا لما بيبقى عندي طماطم بروح شايلاها كده في التلاجة زي ما هي، وبروح بعديها اول ما بجمع شويه بطلعهم اغسلهم غسله محترمه، واقطع منهم لو في اي حته بايظه كده او حته انا مش حباها، واحطهم بقى على البوتاجاز يتصلصوا. بس قلت ابدا بالاول. غسلت بقى البوتاجاز وظبطت المطبخ، وبعديها حطيتهم بقى يتصلصوا على مهلهم. اي نعم، كل اللي انا عملته باظ تاني والبوتاجاز بقى زي الزفت بعد الصلصه، بس مش مشكله. تمام، انتوا هتشوفوا ده مع بعض. طبعا انا عملت معاكم الروتين اكتر من مره، بس انا عايزه اكلمكم في موضوع مهم. في اكتر من حد يا جماعه بيسالني على موضوع الربح من اليوتيوب. هو انت بتقبضي كام؟ هو انت بتاخدي كام من اليوتيوب؟ طب انا عايزه يبقى يعني اقبض من اليوتيوب ويبقى عندي شهريه، اعملها ازاي؟ بصوا يا جماعه، هو الموضوع سهل ومش سهل، يعني هو صعب. السهل الممتنع. اولا اليوتيوب بيحط لك شروط علشان تبداي يعني تتربحي منه. ايه هي الشروط؟ ان انت يكون اول حاجه عندك 1000 مشترك. يعني انت فتحتي قناه جديده، بدا يخش لك مشتركين، اهم حاجه تكوني جمعتي 1000 مشترك. مش بس كده، لا، ده انت لازم يكون خلال 12 شهر، مش سنه، 12 شهر تكوني معاكي 4000 ساعه مشاهده. وللاسف دي بالنسبه لي انا صعبه قوي. ليه؟ لان يعني انت لو انت عديتي شهر من ال 12 بيبدا يقسم لك المشاهدات بتاعت اول شهر، وتبداي تجمعيهم من اول التاني. فانا لحد دلوقتي اصلا ما كملتش 500 ساعه مشاهده. يعني انا كان عندي مشاهدات قديمه، وانا لما وقفت للاسف سنه ما بنزلش حاجه على اليوتيوب، فكل المشاهدات القديمه اتمسحت، فانا يعتبر ببدا من الصفر. فانا اللي يشوف قناتي يقول فيها 2000 مشترك وكده، لكن للاسف ما فيهاش ساعات مشاهده. انا لسه ما بداتش الربح، ولسه اليوتيوب ما فعليش القناه، بس ان شاء الله ربنا يكرمني. واول ما تتفعل بيبداوا بقى يبعتوا لك رساله يقول لك ان قناتك ينفع يتفعل عليها الربح. بياخدوا القناه ويراجعوها ويتاكدوا ان كل حاجه فيها تمام، وان انت شغاله فعلا عليها، وان دي مش مشاهدات وهميه او الساعات دي وهميه، ويبداوا بقى يفعلوها لك وينزل لك الامر. اول ما يتبعت لك تعملي طبعا جوجل ادسنس علشان بتفعليه، يعني عشان ينزل لك عليه، تتفعل عليه القناه وينزل لك بقى الربح. بعد اول $10 بتبدا يتحول لك الفلوس. تمام. فانا والله لسه مش بتربح منها، ولسه القناه بالنسبه لي ولا اي حاجه. فان شاء الله ربنا يكرمني. ادعولي ان هي تجيب المشاهدات بتاعتها، ومع اول مره ربنا يكرمني وافعلها ونروح نقبض، ما هاخدكم معايا ما تقلقوش. بس نرجع بقى هنا للروتين بتاعنا. بصوا يا جماعه، الاوضه دي طبعا هوريكم الاول المطبخ، وان احنا خلصنا الصلصه وكل الكلام دوت، ووريكم كل حاجه انا عملتها، وحاطه الريسبشن ظبطته. سليم كان مبهدله قوي. دخلنا بقى للمهم. بصوا، الاوضه دي المفروض ان هي اوضه الاطفال. يعني احنا يعني ربنا مش كريم ان اجيب اوضه اطفال، بس ان شاء الله ربنا يكرم مع بعض نجيبها. فانا ما عنديش اوضه اطفال، فطبعا اي اوضه فاضيه في البيت وما بيتحطش فيها حاجه فاعرفوا ان هي خلاص بقت اوضه كراكيب. فدي اوضه الكراكيب. انا حتى مش عندي، يعني الشقه اللي انا واخداها دي ما فيهاش مناشر، دي مش شقتي الاساسيه. شقتي الاساسيه في مكان كده في الفيوم اسمه ديمو، بس هو لسه مكان جديد ما فيهوش، يعني في ديمو الجديده حاجه من اللي هي المشاريع دي، فلسه جديده ما فيهاش حد. فصراحه يعني انا خايفه اروح هناك، فاحنا واخدين دي مؤقته لحد ما المكان اللي احنا فيه شقتنا تعمر يعني. فما فيهاش مناشر، ما فيهاش حاجه، فاحنا اتصرفنا. ماما كانت جابت لي اول ما لقيت كده، جابت لي منشر اللي هو بتاع اللي هو جوه دوت، ربنا يبارك لها. ومحمد عمل لي كده، ده اختراع بقى، عمل لي كده جوه في الشقه زي حبلين كده بقى بنشر عليهم. فالشقه مش عايزه اقول لكم هي بهدله ازاي. وكان عندي كميه غسيل، والاوضه دي انا مش بفتحها كتير، فمش عايزه اقول لكم كانت مبهدله ازاي. بصوا كل ده غسيل. طبعا طبقت بقى الغسيل وظبطت الشقه. الريسبشن الحمد لله بقى كويس، الاوضه التانية، المطبخ، فالحمد لله. بس كده يومنا كان خلص، ويا رب يومنا يكون عجبكم، وسلام.